السلام عليكم. القضية ديال اليوم على مقتل الفنان المصري يوسف العسال. تزاد يوسف العسال نهار 14 ماي 1947 في مصر. الأب ديالو مصري والأم ديالو إنجليزية. قرا في برا وكانت عنده ثقافة كبيرة وكان مولم بزاف ديال اللغات، منهم الإنجليزية الفرنسية والإيطالية بالإضافة إلى اللغة العربية. من بعد ما صلى القراية ديالو على برا غادي يرجع لمصر في الستينيات وغادي يخدم مع شركة مصر للطيران، وبقى على ذاك الحال حتى الأواسط السبعينيات. واحد الصدفة غريبة أنه غيتلقى واحد المخرج مصري، وداك المخرج غادي يعجبو الشكل ديالو لأنه كان ملامح ديالو أوروبية، وداكشي اللي كان باغي لواحد الدور ديال واحد الشخصية ديال شخص أجنبي عايش في مصر. غادي يعيط على يوسف وغادي يقترح عليه هذا الدور هذا، وغادي يوافق وغادي تبدا المسيرة الفنية ديالو. جميع الأدوار اللي كانت كتعطاه في الأول كانت دور الخواجة، أي ذاك الأجنبي اللي عايش في مصر أو جاي زيارة لمصر. من بعد في البداية ديال الألفينات غادي يدير بزاف الأعمال الفنية، منهم مسلسلات كمسلسل الملك فاروق. بالنسبة للحياة ديالو الشخصية فهو متزوج وكان عنده ابن وحيد، ولكن مات سنة 2001. من تم يعني مدد عنده حتى شي طفل آخر، وبقى عايش هو والزوجة ديالو بوحدهم في مصر، حتى أن الديانة ديالو بقات حاجة غامضة لمدة سنين حتى نهار الوفاة ديالو، حيث غادي يتم تشييع الجنازة ديالو على الطريقة المسيحية في الكنيسة. نجيو دابا نهار وقوع جريمة قتل يوسف العسال. هذه الجريمة وقعت في شهر جوج سنة 2014. كان يوسف العسال مع الزوجة ديالو في الشقة ديالهم عايشين عادي، تدقوا عليهم 4 ديال الأشخاص. غادي يحلهم يوسف وغادي يسولهم شكون نتوما، غادي يقولوا لي حنا جينا من طرف شركة الكهرباء. غادي يقول لهم او نتوما بربعه بكم جيتوا باش تشوفوا المكانه ديال الضوء؟ قالوا لي حنا جوجنا من شركه الكهرباء وهاد الجوج من الشرطه ديال الكهرباء. ما عرفتش القضيه في مصر، قالوا لي لازم عليك كانت شي مخالفه غادي تكون الشرطه حاضره معنا. وغادي يسولوا غادي يقول لي واش هادشي شكل لك مشكل ما تخليناش نشوفوا المكانه؟ غادي يقول لا ماشي مشكل غير دخلوا. فاش كان جاي يعطيهم بالظهر غادي يهجموا عليه وغادي يضربوه، واحد فيهم ضربوا بونيه في راسو وطيحوه. من بعد غادي يكتفوه. من بعد الزوجه ديالو غادي تسمع الهراج في الدار، غادي تخرج من الحمام وغادي تلقى 4 الاشخاص مطيحين راجلها ومكتفينه. غادي تحاول تهرب ولكن غادي يجروها لبيت النعاس وغادي يلوها على الناموسيه. واحد فيهم جلس لها على كرش، هادشي على حسب التصريحات ديالها، وغادي يقولوا لها فين هو الذهب ديالك، فين هما الفلوس؟ قالت له مودي راه ما عنديش، راه كاين غير واحد 200 جنيه، ما عرفتش شحال القيمه ديالها بالدرهم، هي اللي كاينه. بقاو يسولوها فين هو الذهب ديال ولدك؟ غتقول لهم اين ذهب، رانا ولدي راه 13 عام باش مات، علاش اش من ذهب كتهضروا؟ من بعد غادي يبقاو يدوروا في الدار باش يسرقوا اي حاجه لقاوها، ولكن الزوجه غتحاول تهرب باش تعيط على الجيران يعتقوها. وقبل انها ما يخرجوا غادي يقولوا ليها قولي لراجلك الحاج فلان راه خدا حقه، وإلا عاود ما دار شي حاجه غادي تكون هضره اخرى. من بعد غادي يهربوا، ديك مرته غادي تبقى تغوت وغادي يجيو الجيران، غادي يكتشفوا ان يوسف العسال مات. فاش غادي تجي الشرطه وغادي يديو للطبيب الشرعي غيلقاو انه ماشي مات مخنوق ولا بالخوف، وانما مات بسبب واحد الضربه تعطات له في راسه. في التصريحات الاولى ديال الزوجه قالت انهم جاوا على اساس سرقه، وان واحد فيهم قال لها خصك تعطيني الذهب ديال ولدك، وخا ما عرفش علاش كيدوي، ولكن راه ما سرق شي حاجه مهمه لان كان بيسي بورطابل، كان تليفون ديال راجلها، وكانوا حوايج اخرين ممكن انهم يسرقوهم. وخذا 200 جنيه واحد تليفون وخلى تليفون راجلها ومشاو. وقبل انهم يخرجوا راه قالوا هذيك الهضره ديال الحاج فلان راه جا خدا حقه. هادشي هذا غادي تبدل من بعد وغادي تقول لهم انا راه ممكن نتعرف على الجنات، حيت فاش جابوا لها رسام باش توصفهم قالت لهم حكا راه باش نوصفهم صعيب عليا، ولكن الا شفتهم نيشان غادي نعقل عليهم، وحيت هما ما داروا حتى شي ماسك دخلوا عادي جدا. الاقوال المتناقضه اللي في الاول حكا راه دخلوا على ودة السرقه، من بعد لا حكا دخلوا باش ينتقموا او ياخذوا حقهم. كلها امور اللي خلات هذه القضيه غامضه، حتى ان الشرطه فاش بدات التحقيق ديالها ما عطاتها شي اهميه، لان اصلا ما لقات حتى شي خيط اللي يوصلها للجنات.
قلبت الشقة وخذت كاميرات المراقبة اللي كانوا في الحي، ولكن بدون جدوى. ومن بعد بحث طويل، والزوجة اللي ما قدرت يعني تعطيهم حتى شي معلومة من غير أن ممكن أن نتعرف عليهم حاجة أخرى ما تقدرش عليها. غادي تبقى المسألة أو القضية ديال المقتل ديال يوسف العسال قضية مقيدة ضد مجهول، هذه لمدة 8 سنوات ولا أكثر، وما معروفش واش الملف تطوى، واش باقي البحث، الله أعلم. وهنا كتسالي القضية ديالنا. بسلامة عليكم، حتى الفيديو الجاي إن شاء الله.